انا النهارده مش شايف في حد في الملعب كان بيلعب، لكن شايف واحد بس كان عنده روح، هو امام عاشور، اللي هو لغايه اخر دقيقه الولا يعني عايزين نكسب يا جدعان، عايزين نعمل اي حاجه، بيحاول. وحسين الشحات وهو موجود كان قادر ان هو بيطلع الباص صح. يعني انا النهارده ما شفتش حسين الشحات الاناني، ما شفتش حسين الشحات اللي بيفكر مرتين، ما شفتش حسين الشحات اللي بيفكر في الترقيصه قبل ما يفكر في الباص. بس انت اصلا مش مساعده هجوميا ان هو يعمل حاجه. انت ما بتلعبش كره لقدام، انت ما بتلعبش كره اصلا، انت مش عارف، يعني مش عارف تهدى على الكوره. يعني الله يرحمه بقى حسام البدري، كان لما بيبقى في المواقف اللي زي دي، رغم ان الواحد عنده كل الاعتراضات عليه وما بنحبوش، بس في المواقف اللي زي دي لما يلاقي الفرقه اللي قدامه متكتله دفاعيا بيروح راجع ورا، سلم واستلم، بيقرب الخطوط من بعض، بيقرب اللعيبه من بعض، باصوا بالراحه، اعقله. وهكذا كان موسيماني بيعمل، باص. لكن انت النهارده كنت بتعمل ايه؟ لا عارف تعمل هجمه مرتده صح، ولا عارف تعمل هجمه تبنيها من ورا لقدام، ولا عارف تقطع الكوره وتشوط شوطه حلوه، ولا عارف تعمل هجمه منظمه ولا ترفع. طب ما احنا نلعب بقى ماتش خماسي وخلاص.